بابا حبيبي. نشن عليا يا ابن الكلب. ليه كده يا حبيبي؟ حبيبك وانت دايرة على حل شعرك. امال انا؟ هو في ايه؟ عايز تعرف انت كنت بتعملي ايه وانا مرمي هنا في المستشفى؟ تفتكر كنت بعمل ايه يا رؤوف؟ انا اللي بسألك، انت بتعملي ايه؟ انت بتشك فيا؟ بشك فيك. اخص عليك يا رؤوف، كتر خيرك، ده انا كنت هموت من القلق عليك. الله يسامحك، انا هروح اجيب لك نضارتك وشويه غيارات من البيت. متخرجيش من البيت الا لما اقولك، فاهمة؟ الحاجة دي تبعتيها مع السواق، وانت تقعد تذاكر. يلا امشوا. الحمد لله على سلامتك يا باشمهندس مدام. الله يسلمك يا دكتور، من فضلك كنت عايزه اطمن على رؤوف، هو حالته عامله ايه دلوقتي؟ هو ما فيش اي حاجه، هو بس عشان قعد تحت الميه فتره طويله مخه ما كانش بيوصل له الاكسجين، فممكن يكون حصل له شويه ضرر هيظهر له مع مرور الوقت. احنا في الفتره دي هنحطه تحت ملاحظه لغايه لما نتاكد ان ما فيش اي مضاعفات حصلت له، ويا ريت يرتاح، يبعد عن الانفعال، عن التوتر، عن اي حاجه تضايقه، اوكي؟ ويا ريت لو حد يبقى يعدي على الحسابات. انا شفتكم كلكم على حقيقتكم. ايوه، انتوا الاتنين، وانت حتى انت يا حسين برضه شفتك على حقيقتك. حقيقة ايه بس يا باشمهندس؟ اهدى شوية. المعرض، انتوا خربتوا المعرض وانا مش موجود. صح؟ المعرض موجود وزي الفل وكل حاجه ماشيه كويس جدا، المهم دلوقتي صحتك. صحتي؟ خايفين قوي على صحتي؟ وحضرتك عندك شك في كده؟ اهدى بس يا باشمهندس، بلاش الانفعال ده احنا مصدقنا ان احنا اطمنا عليك، ده احنا والله افتكرناك ان انت مت يعني. يا مدام بنت، في حد يقول كده؟ كلنا كنا بندعي لك يا باشمهندس وربنا استجاب. يعني الشغل ماشي كويس. انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس المناقصة رست علينا، بس كل حاجة واقفة، لأن سعادتك اللي بتمضي على كل حاجة وتقول أو لأ. يا باشمهندس رؤوف، ربنا خلق لنا عينين في وشنا عشان نلاقي حد في ظهرنا ويأمننا. ماشي يا حسين، ماشي. خدوا بالكم من الشغل، كأني موجود. طبعا ما تقلقش، كأني موجود. طبعا. خد انت بالك من صحتك. هو خلاص ماشي، امشوا بقى. بقعد معاك. شكرا. شعرته مننا بالسلامه يا باشمهندس. شكرا. لا اله الا الله، السلام عليكم. ألف سلام عليك، ألف سلام عليك. شكرا. اي حاجه. ربنا يخفف عليك ليلتك. شكرا يا حسين. موبايلك. ايوه. لا يعني موبايلك يبقى خليه جنبك، ما تقفلوش. حاضر. لو عوزت حاجة أكلمك. حاضر.
هو ليه حضرتك عملت توكيل عام لسحر هانم؟ عشان ملناش عينين في ظهرنا يا حسين. وبعدين برضو مهما كان يعني سحر مراتي واكيد هتخاف عليا. وماله يا سيدي، ربنا يروق البال ويصلح الاحوال. اقوم انا بقى عشان اروح المصنع. ماشي. ها مالك يا حسين؟ لا ابدا، هم دايما لما يجوا يقوموا يقولوا ها. ها. ايه يا حسين في انت مش قلت ايه؟ ما تقوم بقى. انت ما قلتش ها يا حسين. غريب حسين يقول ها ويقعد ويمشي من غير ما يقول ها. ها ماشي. استنيك. المصريين بيتميزوا عن دول كتير حوالينا، احنا اللي بنصلي الجمعه من غير. انتهى الفنان احمد السقا من تصوير اخر مشاهد فيلم جديد، واللي كان من ضمن مشاهده انه بينط من فوق الموت. يعني ايه؟ والفيلم ده من اخراج المخرج الشاب المتميز تيمور. وده كان اول تعامل بيني وبين السقا، واللي عرفناه من السقا انه حصل خلاف بينه وبين المخرج بسبب اصرار السقا انه يكون توكيل توكيل. ما تقلب الصفحه بقى، بقالك ساعه بتقرا في صفحه الرياضه وشكلك مش رياضي ولا حاجه. يا نوح يا نوح يا نوح، تعال بسرعه تعال. انت رحت فين يا عم؟ انا طلعت عايش يا نوح، طلعت عايش وفي غيبوبه. تعال. عايش في غيبوبه؟ انت استنى بس، اللي انت بتقوله ده صح. أيوة انا متاكد. تعالى هوريك انت متسمر كده ليه؟ انا عايش. استنى بس، رايح فين؟ بس مد شويه. استنى بس. اهو انا اهو. ايوه صح. مش دي سحوره؟ ايوه ما اصل انا بعت لها مسج قبل ما اخش في غيبوبه فجت. ويا عم شعرها كده ليه؟ وايه اللبس الغريب اللي هي لابساه ده؟ ده العادي يعني. انت تقصد يعني عشان البنطلون المقطع لا ده كل ده مش حقيقي. ايه؟ كل ده تهيؤات، هي ما عملتش كده. زعلانه ازاي؟ صباح الخير يا مدام صح. صباح النور يا دكتور. خير، ايه اللي حصل؟ للأسف رجع الغيبوبة تاني. ما كانش لازم ينفعل خالص. بعد إذنك. اتفضل يا دكتور. دكتور زعلان هيموت عليا بالزعل. هي كمان زعلانه قوي. الله يكون في عونها والله. ما كنتش عارف تستنى لحد لما تعتذر لي؟ غصب عني. حتى دي مستكترها عليا يا رؤوف. ما انت شايفه يا صح. مفيش فايده فيك. خلاص بقى. انت ندهت لها ولا ايه؟ لا ما انا واقف ساكت، وحتى لو ندهت لها مش هتسمعني. بس شفت حنينه والله. وانا اتجوز اي حد. اكتب نفسك بيها دي لحد ما يتقطع ولا اعمل ايه؟ ها؟ كل ده مش حقيقي. مش حقيقي. كل اللي انت شفته ده مش حقيقي. دي كلها تهيؤات زي ما قلت لك. يعني هي كانت بترقص. ايوه. ولا كانت لابسه مقطع. ايه ده؟ ايه ده؟ لا امشي. لا امشي امشي. ما تشوفهوش. ما تشوفوش. لا شافته. هو ايه ده؟ شافته ومسكته. شاف ومسكته وقريته. تعمل لها توكيل عام كده بقى. الله يرحمك حقيقي. ارجوك خدي بالك منه، ارجوكي. ما تقلقيش عليه، ده في عينيا. تسلم عينيكي. بص الممرضه قلقانه عليا ازاي. حزينه الاخرى. الو. يا حد. ايوه يا استاذ عكاش، بقول لك ايه، الباشمهندس رؤوف رجعت له الغيبوبه تاني. ما تنساش حلاوتي بقى. حلاوتها؟ هي الناس دي فرحانه ان انا رجعت غيبوبه تاني ليه؟ كاني راجع من الحجاز.
الو الو، حد سامعني؟ عم حسين من فضلك لو سامعني ممكن تطلع لي؟ ما انا موجود اهو. كويس يا حسين انك موجود. بقول لك ايه، انا عايزاك تفضي لي المكان هنا خالص كله، اصل انا هفتح هنا قسم جديد للاطفال. هنا ازاي؟ ده مكتب المهندس رؤوف. خلاص الكلام ده يتلغي، انا معايا توكيل عام من رؤوف. الخروف. توكيل عام من مين؟ المهندس رؤوف. الخروف. بالظبط كده. يا حبيبي يا رؤوف، ابتديتيها بدري قوي صح؟ اخيرا اخيرا يا سحر حققتي حلمك. وكمان هبله. هطلقها. ايوه، انا عامل لها التوكيل بصفتها الزوجه، فلما اطلقها يبقى التوكيل باطل. ما هو جهل امثالك بالقانون هو اللي مودي البلد دي في داهيه. انا؟ طبعا انت. لا، هي راح في داهيه من قبلي. اسمع المستشار هيقول لك ايه. اوكي. رايح فين انت؟ ايه؟ طب خلاص تعال. أول حاجة تعملها تبعت لها إنذار على قد محضر بإيقاف التعامل على التوكيل رقم 1-38408. ايه ده، انت حفظت رقمه؟ يا أخي لمحته كده سريعا. المهم بس خليها هذا التوكيل الصادر من شهر عقار الجيزة لصالح السحر إبراهيم متولي الباسوسي، قد تم إلغاؤه من قبل رؤوف عبد الحميد حسني السيد اعتبارا من اليوم، ولا يجوز استخدامه نهائيا. لمحته سريعا. ده مش بعيد تكون انت اللي عامله. بس لقيتها. انا اول ما اقوم من الغيبوبه اروح الغي التوكيل ده يا عم. يا عم بتقولي يا عم؟ ايه؟ ما هي لازم توافق، لازم تروح كمان معاك عشان تلغيه يا عم. ربنا يحميك يا ابني، انت اللي فاضل لي. بص كده يا جدع، باينه اللي بابا اللي ماضيها ولا شكلها غريب؟ وريني كده يا حبيبي. زي الفل، 100 100. ايديك تتلف في حرير. هو بيديكي حقن في صيدليه؟ انا كده بقى خلصت كل التزوير اللي ورايا، ابدا بقى العب لي شويه قبل ما بابا يفوق. لا يا رفعت يا حبيبي ما تقولش كده. اصيله ان شاء الله مش هيفوق، مش هيفوق. انت حاطط ميكي في البحتري ده؟ انا هبحتر كرامتك بس لما افوق. ايوه يا سحر، بصي في صورتي كويس وحسي بالذنب. افتكري الايام اللي كانت بينا يا سحر. لازم اصبر الشهر الابيض ده. بصي كويس وفوقي يا فوقي. انت كل ده بتبصي في المرايه مش بصي على صورتي؟ وكل اللي انت عاملاه ده مش مضايقك؟ والشعريه البيضه دي هي اللي منكده عليك عيشتك؟ ايه؟ الو، اهلا، ازيك؟ كويس الحمد لله. طيب اوكي، سي يو. ده انا هسي ايام سودا. خد راسي تعالى هنا. دي جزمتي دي ولا جزمتك؟ عامل جزمتي كوفيه؟ نهار اسود يا كلب، كلكم ولاد كلب. شوف الكلبه دي رايحه فين. طيب افرضي الأوفاء دلوقتي بقى وكلمك، هتعملي ايه؟ تكتم نفسه بالمخده. عادي. طبعا عادي. هقول له ان انا في البيت وهبعت له صورتي فيه كمان. ازاي يعني؟ اصل انا كنت بصور نفسي في البيت بكذا بيجامه، وكل مره كان بيكلمني فيها كنت ببعت له صوره. استني هوريكي. بصي دي مثلا لما كنت في النادي. استني اوريكي واحده تانية. بصي بقى دي لما كنت مع هدى في السينما. استني اوريكي بقى واحده فظيعه. بصي دي بقى لما كان هو بايت في اسكندريه وانا كنت بايته عندك. يا صيعه، ده يبقى موقف خالص. يا ضيعه.
فيها ايه يا اختي لما افك عن نفسي شويه انا واصحابي؟ على راي منى عبد الغني لما قالت يلا يا اصحاب بينا نسهر بينا نفرح. بس انتي ما بتحسيش بالذنب من ناحيته خالص؟ اظن دي بقى لا خالص. احس بالذنب ناحيته ده ايه؟ مش لما هو اصلا يحس بالذنب ناحيتي، ولما هو اصلا يحس بيا ان انا موجوده في حياته. يا عيني. سيبك انت. اقول لك ايه يا ناصر، انا عايزاك النهارده تغيرني خالص، عايزاك تعمل لي كده قصه شاكيرا. حتى قصه الاسد هتغيريها؟ انتي وراكي حفله النهارده ولا ايه؟ لا طبعا. ده نقطع رقبتها. حفله ايه؟ اصلا انا رايحه اقابل راجل. اها. اقابل راجل؟ عملتي كتفك كده؟ طبعا طبعا يا سحر، ما انت قلعتي الاوبليتات وفكيتي وفجرتي. مكان لطيف قوي. انا عارفاه، انا على طول راشقه هنا. امتى؟ ها تشربي ايه؟ شاي بلبن طبعا. بيره. بلبن؟ ايه بيره؟ يبقى بيره الهانم، وهاتي انا عصير برتقال. ما تسترجل، ده المدام طلبت بيره. عشان هسوق وكده. كويس. وعارفه تمشي الاعمال من غير رؤوف؟ مش عارفه خالص، رؤوف كان بيعمل كل حاجه بنفسه، مفيش قرش بيدخل ولا بيخرج الا بامضته، وعندنا تسليم شغل كبير قوي. خلي بالك لازم تسلمي في الميعاد، لان في شغلتنا دي اهم حاجه هي السمعه. سمعه ايه بقى والمدام طلبت بيره؟ على العموم انا عايزك تعتبريني زي رؤوف بالظبط. لا طبعا. 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 عموما برضو انا هحاول تاني في الصفقه، بيني وبينك حرام، دي صفقه كبيره وفلوس كتيره قوي، انا اولى بيها. الجشع ده. طب وهتعملي ايه؟ انت بتقولي هو كان بيتحكم في كل حاجه. ما رؤوف عمل لي توكيل. ما تفكرنيش. فكر كويس رؤوف، برافو عليه. ربنا يقومهم لنا بسلامه ان شاء الله. يا دي يا مؤمن. يا رب. يا بنت يا مؤمنه. انت كويسه؟ في حاجه؟ انا مش عارفه مالي، انا عايزه اروح. ليه؟ ما بدري ما تقومي ترقصي شويه على الترابيزات. طب كملي البيره يمكن تحسن مودك. يمكن. واحد بيره كمان يا ناجي. لا رشقه رشقه. ايه بالراحه، شويه شويه بتشربي قصب. كراهي. هرجع. سايباه يوصلك لحد بيتي بعربيته يا هانم. ايه ده؟ الله. ايه ده وقفلته كمان؟ حلوة قوي. اكيد انت رخم. واضح انك تعبانه قوي، هوصلك لحد جوه. شيل ايدك دي. امشي. تعالي اسندي. لا امشي كده، مش تمشي كده يا ابن الكلب. ده وقته يا فوفي. بقيت تلعب بوكر وبتشرب شنوكر. بقيت تلعب بوكر وبتشرب. لا ترقصينه يا سحر، بترقصينه يا سحر.